لما تخسر بس استفدت يبقى تمام، انا ما عنديش اي مشكله. ده اصلا بطوله وديه واحنا بنلعبها كده ايه بالود والحب ما بين ايه منتخب مصر ومنتخب كبير قوي. فانت لما تخسر من منتخب كبير قوي بس، وحط تحت بس دي مليون خط، بس اتعلمت يبقى زي الفل، انا ما عنديش اي مشكله. مش زعلان من المباراه دي، ولا زعلان من الخساره، ولا زعلان ان انا خسرت اربعه على ارضي. انا مش زعلان من كل دوت. يعني هتقول لي ازاي كسبان 1-0 فجاه بقيت خسران اربعه؟ ما تخسر بس استفدت يبقى تمام، انا ما عنديش اي مشكله. ده اصلا بطوله وديه واحنا بنلعبها كده ايه بالود والحب ما بين ايه منتخب مصر ومنتخب كبير قوي. فانت لما تخسر من منتخب كبير قوي بس، وحط تحت بس دي مليون خط، بس اتعلمت يبقى زي الفل، انا ما عنديش اي مشكله. عشان بعد كده بقى اما العب في بطوله رسميه ازعل بقى على خساره، لكن ان انت تخسر من منتخب زي دوت لا، ما فيهاش اي خساره، ما فيهاش اي خساره خالص، بل فيها مكسب. ليه بقى؟ ان انت عندك تعرف نقط الضعف اللي فيك. الماتش ما فيهوش فزلكه كتير، انت عندك واحد اتنين هم اللي خسرك يا باشا، عدل واحد اتنين هتبقى حاجه حلوه. اول حاجه ان انت الكور الثابته انت متشلح فيها. انت ازاي اي حد يعمل عليك اي كره ثابته يروح يجيب في الجون؟ اي كره ثابته. انت النهارده خسرت 3-0، 3 اجوان جم فيك بسبب الكور الثابته. اللي هو ازاي انت كنت فين طب في الكور الثابته دي؟ يعني اللعيبه دي خشبات، يعني 11 خشبه بيلعبوا مثلا في الملعب، قلم كبير قوي كده. اللي هو ايه، تركز قوي في الحته دي، ركز في الحته دي، انت عندك مشكله فيها. دي اول مشكله. تاني مشكله، انت عندك 120 مليون مفهومش واحد بس يوحد ربنا بيعرف يخرج لك بالكوره. مفيش لاعب في خط النص بيعرف يخرج بالكوره. طب ازاي؟ ازاي يا جدعان؟ كانت تاني نقطه ضعف. التالتة بقى، انت عندك حبه لعيبه كده اداء زي الزفت. ابو جبل، انت اي كره بتتشاط عليك بتخش جون. انت صديت ايه النهارده؟ انت دخل فيك 4 اجوان، انا نفسي اشوف لك كره صديتها. حتى الكره اللي صديتها اللي انت ممكن تمسكها برجلك، يعني انت ايه واقف كده تحط رجلك عليها، انت مسكتها فجاه انت صديتها بايديك الاتنين وهي اصلا في نص الجون وداخله، يعني هبل، كره هبل. فجاه انت عملت عليك هجمه. طب ليه يعني؟ طب ما تمسك الكره يا ابني عدل زي الناس. هو المفروض يعني ان انت الحارس التاني في مصر، في المحروسه دي، في ال 120 مليون اختاروك انت الحارس التاني. فما تلعب عدل بقى. انت ليه كل كره ما تتشاط عليك بتنزل في الارض؟ يعني بتنزل بركبك كده في الارض. الكره اتشاطت عليك فوق فوق، يعني انت مثلا الكره اتشاطت ايه، يعني في النص التحتاني كده مثلا من جسمك، فجاه تنزل في الارض عادي. لكن الكره اتشاطت فوق بتنزل تحت ليه؟ يعني ايه الغباء ده؟ ده غباء انت حافظ مش فاهم وكمان ما بتصدش. يعني انت حافظ مش فاهم وكمان ما بتصدش. حتى لو كان في غلط من التكتيك واللعيبه في الكرات العرضيه، انت تبقى موجود بتصد في اي، صد لي اي حاجه. انت اتشاط عليك تقريبا 5 كور دخل فيك 4 منهم. اللي هو انت كنت فين؟ اين ابو جبل في الملعب؟ عندك جوز كده اللي هم مين؟ اكرم توفيق وقفشه. انتوا الجوز على بعض كده، انتوا الاتنين في خط النص، انتوا الاتنين بتعملوا ايه؟ يعني انا عايز اجيبهم كده واعدم قدامه، قول لي يابا انت كنت بتعمل ايه في الماتش، وانت يابا ايه قول لي انت كنت بتعمل ايه في الماتش. اقسم بالله العظيم ما اقدمه اي حاجه ب 3 جنيه. اما قفشه اللي هو ايه مايسترو خط النص، يابا انت بتهبب ايه يا عم المايسترو؟ انت بتهبب، انت كنت الحضر الغايب، انت كان موجود اسمك في التشكيله وانت ما جيتش اصلا. انت كده لو جيت تحصر اسباب الخساره في الماتش دوت، انت عندك 3 حاجات. اول حاجه ان انت ما عندكش لاعب بيعرف بيخرج من الكوره ولا يخرج بتحت ضغط. وفكك بقى من الجو القديم بتاع زمان دوت، اللي هو ايه تستلم الكرة وتتشوطها جوه واي حد يستلم هناك ويحنكش ويجيب جول. مفيش الكلام ده، الكلام ده قديم ومش فعال. لازم يبقى عندك على الاقل 2 لعيبه بيعرفوا يخرجوا من تحت الضغط. دي اول حاجه. تاني حاجه الكرات العرضيه. يعني دي بالنسبه لي 90% من نسبه الخساره كان بسبب الكرات العرضيه. 3 اجوان صباح الفل. لازم تشوف لك حل في الكرات العرضيه. تالت حاجه بقى، في كام لاعب كده الله يرضى عليك يا عم حسام، بالله عليك يا شيخ، بالله عليك خشوش المنتخب ده اصلا. يعني الاشكال اللي زي ديت ما تخش المنتخب. احنا ايه يعني مش مستحملين. لكن ماتش ما يزعلش، ماتش يعلمك اخطائك وقدام فرق كبيره. ويا فرحتي ان انا بلاعب فرق صغيره بكسبهم باتنين تلاته، بعد كده اطلع ايه في بطولات رسميه العب فرق كبيره، يعني اخد على عيني. ولا حتى ما وصلتش للايه للفرق الكبيره، انا مثلا بطلع من ايه من دور المجموعات، يعني ملهاش اي 30 لازمه. انت كده راجل زي الفل. حسام حسن عاجبني جدا ان هو كان مصمم يلعب قدام كرواتيا. ليه؟ ان ده راجل ايه بشوف نفسي قدام الفرق الكبيره انا هعمل ايه. وانت اكتشفت ايه نقط الضعف اللي فيك يا باشا، ابتدي صلح. يا ريت واتمنى ان في بطولات وديه كل سنه لازم تحصل كده، يعني ما بين منتخب مصر وفرق كبيره. يعني دوت فعلا اللي هيفوقك شويه وهيخليك ايه تشوف نفسك وصلت لحد فين من الفرق الطب. بس كده. واخيرا ولا اخيرا كان معكم زيكا. لو انت مش عامل لي سبسكرايب يا سعاده الباشا، تعال تعال هنا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس الاتنين مع بعض، واعمل بقى لايك وشير، وقول لي ايه رايك في الكلام اللي حصل النهارده دوت، وايه رايك في حسام حسن، وايه رايك في اللعيبه، وايه رايك في ابو جبل. انا عايز بص نشتم ابو جبل براحتك.
وانا معاك، هو انا هشتم لو انت بقى مش عندي على الفيسبوك يا باشا، تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي الاخبار، هتلاقي ستوريز، هتلاقي حاجات حلوه كتير هتعجبك، وانت فايتك والله الحاجات دي.